مساء الفل، مساء الجمال، مساء الحلويات على احلى ناس. اهلا بيكم في فيديو جديد مع محمد تهامي من قناه تهامي ديزاينز. النهارده موضوعنا موضوع شيق من العيار التقيل، جايين نتكلم على احلى المشاريع بتاعتنا وايه الافكار الديكوريه اللي احنا هنقدر نظبطها، ولو انا بشطب شقتي ومقبل على التشطيب اعمل ايه عشان يعني اوفر تكلفه، وعشان اعمل ديكور كويس، وعشان كذا بند. يعني احنا جايين نقعد كده نتكلم في كذا ايه حاجه. اول حاجه من الحاجات المهمه بالنسبه لي مرارا وتكرارا لازم يكون عندنا تصور. التصميم هو عنصر اساسي للمرحله بتاعتك. بدون تصميم كل النتائج هتبقى بلح. فعشان انت ما تقعش في نظريه البلح يبقى لازم معاك التصور معاك، شكل الديكور معاك، الالوان اللي هتعملها قد ايه، الكونسيبت بتاعك، المدرسه اللي هتشتغل عليها، كل حاجه معاك. طيب يبقى انا براعي ان انا عملت التصور، وبعد ما عملت طب يا باشمهندس وصلت التصور، في نقطه في حته التصور كده ايه بتجيلي اسئله فيها كتير. طب ايه فرق ما بين التكلفه في ان حد بيعمل تصميم بجنيه وحد بيعمله التاني ب 10 جنيه؟ ابو جنيه اعرف هو هيقدم لك ايه بالجنيه، واتفرج على سابقه الاعمال. ما تفرحش بلون ال 3 دي وخلاص، اتاكد ان ده اتريكابل بالبلان بتاعتك، باللاي اوت بتاعتك، بالدايمنشنز بتاعتك، بكل حاجه من الحاجات دي معاك. وكل حاجه في التصميم ده هتكون اتحددت او اتعملت على المساحه. يعني ايه المساحه؟ الحاجه تكون واقعيه. يعني انا لما برسم حاجه سكيل في سكيل بالبلدي خلينا نتكلم عن نماذج عمليه. انا ممكن اعمل التصور بتاعي مثلا على سبيل المثال ان انا راجل برسم وشي بورتريه، فانا اسكن لسه بوشي واعملها في لوحه صغيره، وحد تاني ممكن يعملها بالاي 4 الكبيره او حجم المقاسات الطبيعيه. الالوان اللي استخدمت في الحجم الصغير قد مثلا نص الورقه بتاعت الاي 4، وغير لما اتعمل بمقاساتك الطبيعيه. لما ترسم جسمك كده وترسم وشك وترسم تفاصيل جسمك غير لما هترسم وشك صغير، امطها اسكنها، الكلام ده كله هتبقى مختلف. اصحابنا دول بيعملوا ايه؟ طبعا هو مش عايزك تفهم يعني ايه تصميم، مش عايزك تفهم يعني ايه المشاكل اللي عندك غلط ولا صح. هو بيجيب قص ولزق ورزع وكل سنه وانت طيب. التصميم اهو يا باشا، ويقول لك بقى رقم ايه خزعبلي، تيجي تقارنه ما بين ناس ثانيه في السوق هتشتغل، تيجي تقارنه ما بين ناس ثانيه في السوق تحس ان في فرق. الجاب ده اختلاف خبره، اختلاف اكسبيرينس، اختلاف النتيجه، اختلاف معالجات. ممكن اعمل لك تصورين او اقتراحين لطريقه توزيع الفرنتشر بتاعتي، فيبقى انا استفدت بيها النتيجه دي. طيب يبقى انا رقم واحد عملت التصور، والتصور بتاعي حل معايا الازمه دي، وحل لي النموذج اللي انا هشتغل عليه. بناء عليه اداني ديكور، واداني تكوين، واداني فكره كويسه، واداني الحاجات دي كلها. صباح الخير بقى، هبتدي عشان تبقى انت راجل رياليتي ووركينج. بيتعمل لك اكسل شيت كده سمبل، عندي قد ايه سيراميك، عندي قد ايه، عندي الاوضه دي او لوحات فيها كام متر، عندي 200 متر، عندي 300 متر، عندي 400 متر، ايا كان عدد الامتار. الاوضه مثلا الريسبشن ده فيه 100 متر، فال 100 متر دول هنفذهم. فبقى المعدلات اللي هيعتمد معاك بالمعدلات ويقول لك دول فيهم 100 متر، فال 100 متر تقريبا الاكس فيهم بجنيه. اضرب انت مثلا بقى، يعني على سبيل المثال خلينا على نموذج شقه ال 100 متر. طيب انا الشقه ال 100 متر فانا قضيتها مثلا هنقول الريسبشن فيه 50 متر، يبقى انا عرفت ان انا عندي ريسبشن فيه 50 متر. ال 50 متر دول هضربهم مره في 100 جنيه، في 200، في 300، حسب بقيت انت عارف الافرج بتاعتك. اجي اقول لك صباح الخير كله في قلب بعض وسلطه كده واتوهها، انت هتتوه مني وهتفهم الجامد قليل والقليل جامد، فتحس ان انت في فرق، في جاب ما بيني وما بينك، ما بقاش عارف التكلفه اللي رايحه فين. طيب عشان اوصل للنتيجه دي واعرف المضمون بتاعي مظبوط ولا لا، يبقى انا لازم اظبط. عرفت عندي ده اكس، طيب عندي قد ايه مثلا، عندي تصور واضح لي فيه كل النماذج بتاعتي، امسك ايتم وابتدي اشتغل عليه. انت مع نفسك بعيد عن المهندس، والله يا باشمهندس انا عندي كام متر، عندي كذا. طيب الكهرباء عايزين الكميات دي، يا تنزل تجيبها، هو يجيبها، اي حد يجيبها، مش هتفرق حسب نوع التراست اللي ما بينك وما بين العميل. وانا برشح لك انزل معاه وهو بيشتريها عشان تشتري المنتج ده. فخلاص انت هات المنتج من هو بيشتري من توكيل فلاني، اصل هي في الاخر التوكيل السويدي، فهو ما احنا كلنا بنتجه الاتجاه ده، اضمن كواليتي الماتيريال. اي حاجه ثانيه، اصل في كوب السويدي او اي فرنشايز وكيل، انزل على الفرنشايز نفسه وهات منه البرودكت مهما كان غالي تكلفته فيه. تاني مهما كان ايه غالي تكلفته فيه. يعني ايه تكلفته فيه؟ يعني انا هجيب سلك، بس السلك ماتيريال كويسه، الخامه كويسه، معايا ضمان، معايا حاجات كتيره قوي انا مستفاد بيها. طيب تعالى نخش في المرحله الثانيه، السباكه.
عنصر مهم برضه من العناصر اللي هو ايه؟ يا باشا صباح الخير انا عملت السباكه. انا ممكن اجيب شركه من تحت السلم، ممكن اجيب شركه محترمه، فعندي اقوى شركتين، اقوى سيرم وبي ار. اقوى سيرم اعلى كواليتي وماتيريال فيبقى انا ظبطت الدنيا. البي ار كواليتي اهدى شويه او موازي ده، بس التكلفه اقل شويه، بس مش بجوده الاقوى سيرم. برضه كاسل كذا حاجه، كاسل في السباكه والحاجات الصرف وحمزه والشريف والكلام ده كله، دي اتجاهات ثانيه في الصرف. يبقى انا عرفت لو انا عندي عدد الايتم في السباكه دول بكام، ولو عندي عدد الايتم دول في السباكه بكام. طيب انت هتجيب المصنعيه بتختلف ما بين شخص لشخص. بمعنى يعني انا مثلا ممكن اجي اعمل متر الجبسون بورد لحد مثلا بجنيه او ب 100 جنيه، حد تاني يجي يعمله يقول له 80 قرش. طريقه القياس تختلف، طريقه الماتيريال الخامه في الماتيريال تختلف، نوع التوتال بتاع الخامات تختلف، 100 حاجه يقدر يلم منها تكلفه ثانيه. بمعنى على سبيل المثال كان مشكله مع عميل من العملاء بتوعنا وابتدينا نتدخل بامر قاطع وحسمي. الزبون هو اللي جاي الراجل، يعني احنا مالناش لينك بيه، ثم الراجل ابتدى يشتغل. انا ادينا اكس في المتر، فالراجل عايز يشتغل باكس اقل، ادينا مثلا ب 150 هو اداله ب 140 فاشتغل ب 140. جه يقيس اصبح الشقه هتتحسب في 3 طرق غير قياسيه، فانت الحاجه دي غير معلومه بقت عليك هاي كوست، بقت هاي كوست. بمعنى انا فرحت بال 10 جنيه اللي وفرتها، لا، بعين ان الباشمهندس اللي كان مديها لك ال 10 جنيه دي، فلو عندي الشقه 100 متر جبسون بورد وانا بشطب، والتاني هنعتبر ان هم دول مثالين، حد بيشطب انا هشطب ب 100 جنيه المتر، فالشقه 100 متر مثلا على سبيل المثال عملت 150 عامله 150 متر، فعملت كام؟ عملت 15000 جنيه. هنا هو قال له 90، فهي النسبه بتاعتها اقل 10 جنيه، فالمفروض ان هو اقل مني. لا، ده لقينا نفسنا داخلين مثلا في متوسط 45000 جنيه. ايه ده؟ ازاي ده اقل؟ الطريقه اختلفت، القياس. ثم بقى ان الماتيريال فيه لها طرق كتيره قوي، فانت ما تفرحش بالسعر، افرح بالقيمه مقابل سعر. يعني ايه قيمه مقابل سعر؟ انا ما هديك جنيه، الجنيه ده مقابله ايه؟ هاخد بيه سيرفيس ايه؟ بناء على الكلام ده نقدر نستفاد. طيب ما عدا ذلك مش هنعرف نستفاد بالقصه دي. طيب خلينا نخش في سيشن تاني، ابتدينا نوضب، ابتدينا نعمل الكونسبت. انت كده كده هتعمل جيبسون بورد، فسعر المتر ثابت عليك، عملته او ما عملتوش هو ثابت عليك. جيت عملت حاجه مقطوعيه، قطع تجاليد، خشب، الحاجات دي كلها، فالحاجات دي كلها هتلاقي الاختلاف في الكوتيشنز بتاعها، الكوتيشن اختلفت معايا. طيب انا نفسي في الديزاين ده يتنفذ برضه. بنيجي احنا عامه لما بنيجي نشتغل بندي 3 كوتيشن لكل حاجه. ده بجنيه، 75 بنص جنيه، بلاش نشتغل من بنص جنيه، ممكن نشتغل من ب 75 ومن ابو جنيه. طب ايه المقابل؟ المقابل الكواليتي مقابل سعر. هو نفس التصميم، يعني مثلا التجديد اللي هو ده ممكن يتعمل على شاسيه، ممكن ما يتعملش على شاسيه، ممكن يتعمل الخشب اللي هو ده ممكن يتعمل على شاسيه، ممكن ما يتعملش على شاسيه. نوع تخانه الخشب، التخانه هنا 18 20 على علفه على هاوسنج، كل ما زادت كل ما الكوست زاد، في الاخر الشكل واحد، بس ريفلكت الديكور بتاعي بقى مختلف، يعني انا الديزاين بقى عندي فيه فيجن ثانيه. طيب بما ان انا راجل وضحت، طب انا مش فاهم كل ده هندسه، وفي الاخر بحس نفسي ان انا اتضحك عليا، او انا بحس نفسي وقعت في مشكله. الشقه اللي احنا قاعدين فيها حاليا حصل نفس الكيس ده. العميل جاب حد وثق فيه، اداله التكلفه، ابتدى يشتغل على الديزاين. مش هقول لك ان على الديزاين حد تاني غريب، لا، من التصميمات بتاعتنا. ابتدى بعد ما يشتغل هوب لقى نفسه في اوضتين هاي كوست في الجبسون بورد، هوب النسب مش مظبوطه، هوب العلاقات. طيب يبقى انا بدفع قيمه مقابل سعر، ثم الخدمه مقابل سعر. يعني في حد تاني من بعض الزملاء او الناس اللي شغاله تقول لك مثلا ايه، على سبيل المثال انا عايز او انا هشطب مثلا، حد جاي هياخد اكس، فانت طالب 2 اكس، ال 2 اكس دول مثلا ب 100 جنيه، وانت اتعبك مثلا هو هياخد 100 جنيه، انت هتاخد 150. ايه المقابل؟ مقابل فرق خبره، اكسبيرينس، مع هو لو عنده مشاكل مش هيقول لك هتحملها. انا باجي اقول لك خامه مصنعيه وماتيريال على تكلفتي. يعني ايه تكلفتي؟ يعني الراجل ده لما يغلط انا هتحمل التكلفه، الراجل ده لما يبوظ او الرجاله دي يبوظوا عندي حاجه هتحمل تكلفتها، فاصبح انت بتعمل سيفنج ماني تو ماني.
طب ما هو المفروض ما يغلطش، هات بقى حد ما يغلطش عشان لما ما يغلطش انا معاك. طيب بنوصف وبندي الاكسبلين وبنشرح لناس ونقف وندي واقع ونعمل ونرسم والكلام ده، بيحصل غلط لان يعني طول ما انت ما حددتش اهتمامك او اهدافك اللي انت عايز تشتغل بيها. حضرتك بتشطب نفسك الشقه، فانت وانت بتشطبها لقيت نفسك التكلفه ضربت منك، فانت عايز ايه؟ اقف مع نفسي والكلام ده كله. اسالني هقول لك تعمل ايه والخطوات اللي توفر بيها ايه والخطوات اللي تكسب بيها ايه. طب بجد؟ بجد احنا عندنا بنعمل ادفايس كتير قوي لناس كتير قوي. يعني بالبلدي يعني ملخص الموضوع، وهنيجي نشوف الشقه والفكر بتاعنا وهوريكم الديكوريشنز بتاعت الشقه دي. اجتهادك، حبك للمنتج اللي انت بتعمله او السيرفيس اللي انت بتعمله، مش مقابل ان هو انت المكسب المادي فقط، لا، انت حبك للمنتج. يعني ايه حبك للمنتج؟ انت اتفقت بجنيه والتزمت ان انت هتدي اللوحات دي، التزم بجنيه ان انت هتدي بيها نفس اللوحات. يبقى انت ما تغيرش في اتفاقك مع العميل، ما تغيرش في اتفاقك. اصل انا الاتفاق خسران. طالما وافقت بالسعر حط الكوست اللي يرضيك واشتغل بيه. انت كعميل انا عايز ايه؟ ما تفرحش بالتكلفه وخلاص. ومجرد يعني ايه ما تفرحش بالتكلفه؟ انت ممكن انا اجي مثلا اجي اقول لك هشطب لك الشقه دي ب 200,000 جنيه، حد تاني يجي يقول لك هشطب لك الشقه ب 150، حد تالت يجي يقول لك 350. الثلاثه خلينا نقول احنا الثلاثه شطار يعني ناجحين، بلاش ايه، ومستوى الكواليتي بتاعنا كويس. ايه الفرق؟ فاصبح الفرق في نوع الماتيريال ونوع الكواليتي ونوع السيرفيس بتاعت الخدمه. انت حضرتك جاي تشترك في جيم، فالجيم ده كلين نظيف و الاجهزه سليمه، الحاجات دي كلها. حصل عيوب، حصل انكيس، هتخش في مشاكل ثانيه. حصل ما درست العلاقات. ابسط حاجه لما بنيجي نعمل تصور، احنا كفريق بنعمل التصور ده بشكل احترافي. بمعنى ايه؟ بدرس حركه، بدرس نسب، بدرس مسارات، بدرس ضوء، بدرس نفاذيه، بدرس كل حاجه، وضعيه الشاشه، الفيجنز بتاعتي ازاي الضوء هيضرب فيها، الاير كونديشنز ده. انا لو انا شغال مثلا انا هاخد في التصميم 10 جنيه، لو شغال باخد 4، لو حد تاني شغال بياخد 4 جنيه مش هيركز معاك في كل ده. يا باشا رزع كل سنه وانت طيب، وهو مش فاهم اصلا الحاجات دي. فهو اعتمد على عدم درايتك بالاكسبيرينس، فباع لك التكلفه، فانت فرحت بالسعر، فالسعر وقعك في مشكله وانت بتنفذ. طب انت وفرت دلوقتي 6000 جنيه او 5000 جنيه، بس قدام بقوا 60 و70 و80 و100000 جنيه، لان خساره التكييف اتحط في مكانه غلط كل سنه وانت طيب، التلفزيون اتحط في مكانه غلط كل سنه وانت طيب، مسار الحركه مش مظبوط كل سنه وانت هتحس انا شطبت ودفعت كوست بس مرمي في الارض. طب يعني ايه مرمي في الارض؟ يعني انا مش مستفاد بيه. طب انا استفاد بيه امتى؟ يبقى انا لازم الجا لحد ذو خبره واكسبيرينس، واتفرج على نماذج اعمال، اتفرج على ديزاين، اتفرج على اكسبيرينس، اتناقش معاه، حاولوا اعرف العلاقات، اعرف انواع الخامات، لازم يكون ملم بكل التفاصيل. وللاسف الا من رحم ربنا يعني ان في ناس كتير قوي فاهمه الكلام ده كله وبتعمل العكس. يعني على سبيل المثال انا باجي اقول لك انا هشطب لك الشقه دي والله ب 200,000 جنيه، طب انت هتقول لي جميل، جيت لتهامي قال لك 300,000. طيب ايه الفرق؟ انا عايز اشطبها بكواليتي معين، ما جاش قال لك ان القعده في منها ب 800 جنيه وفي منها ب 1000 جنيه، نوع تعبان. مش هيقول لك القصه دي، هو عايزك يربطك في الشغلانه، بالبلدي شبط الشغلانه، مسك الشغلانه. خلاص كده مش راح لتهامي ومش راح لفلان ومش راح لفلان ومش راح لفلان، هو مسك الشغلانه بقى انت بقيت ملكه. فانت بما انك انت بقيت ملكه هو انت مش هتعرف تتحرك، يعني انت خلاص مرتبط مع القرار. بالبلدي الشقه عامله زي الجواز، ارتبطت بمراتك مش هتعرف تخلع، خلاص الموضوع مضطر ان انت تكمل. فلو انت مش مرتاح من الاول او المعلومات عندك ناقصه من الاول ما تكملش، ما تبداش، خليك في فتره الخطوبه. ايه فتره الخطوبه؟ التصميم، لان التصميم هي علاقه ايه، كل واحد بيتعرف على التاني، حضرتك بتبقى عارف هو بيتعامل ازاي، العلاقات دي مظبوطه، ادرس، ذاكر، افهم، ولازم هو يقوم بدوره ان انت عندك عدم المعرفه، يشرح لك هو عمل ده مش عمل ده عشان هو اجمل حاجه، مش عمل ده عشان الديكور جامد، مش عمل ده عشان كذا. المعالجه، مش كل الناس بتيجي تقعد نوع التصور ايه، طريقه رص الفرنتشر ازاي، طريقه الارتياحيه، الوضعيه، النسب، اللي الحاجات دي كلها. مش هقعد اركز في كل الديبليكيتد ريل يعني لايرز دي كلها واعقد نفسي. يا باشا يلا وانا عايز انتش منه على زي ما بالبلد ايه، انتش واجب. لا،
مفيش الكلام ده. لازم تراعي ربنا، راعي ربنا في اكل عيشك، عشان اكل عيشك هيراعيك في حاجات كتير قوي. هتكسب من العميل وهتكسب من وراه وهتكسب منه تاني وتالت ورابع ولكل اللي دخل. في فرق العميل يرجع يقول لك والله انا استفدت، وحضرتك كعميل تفهم ده ازاي؟ زي ما احنا اتفقنا، ذاكر، اتفرج على فيديوهات كتير، تابع على المنصه بتاعتنا هتلاقي حاجات كتير قوي، تابع على الفيسبوك، على الانستجرام، على السوشيال ميديا، على التيك توك، هتلاقي تريكات كده هتنفعك. مش لازم تشتغل معانا، مش لازم تتعاقد معانا، مش لازم الكلام ده كله. لو محتاج اي معلومه احنا بتقول لي ادفايس، يعني بنديك المعلومه. عايز تتعاقد، عايز تتعامل معانا، عايز تشتغل معانا، ما احنا تحت امرك. لكن الفكره كلها افهم انت بتاخد ايه. لان انا مثلا هو ايه الفرق بين الجيبسون بورد ابو 100 جنيه وابو 150 وابو 300 جنيه وابو 400 جنيه مثلا؟ خلينا نقول الاربع اسعار دول شكل واحد، كواليتي، ماتيريال، نوع الحديد، نوع الهاوسنج. لو حضرتك بتحتاج تليد بروفايل وهتفتح في السقف وهتعمل يبقى دي سكه تاني. هو مش هيشرح لك الكلام ده، هيجي يقول لك ابو 100 ب 100 جنيه ب 120 جنيه، الله ده سعره كتير، سعره قليل. وانا تهاني كان قايل لي او سين كان قايل لي شاطر ب 150 جنيه، ده في فرق 30 40 جنيه. تعالى بقى قيس يا باشا طريقه القياس، تعالى اتفرج على نوع الماتيريال، تعالى اتفرج على كواليتي الخدمه، اتفرج على المعجون، نوع المعجون، السب توتال، الزاويه بتاعتك ايه، الايدجز بتاعتك عامله ازاي، الهاوسنج، التشيك، كل ده بكوست. اكيد هو مش هيرميه خساره، هو يكسب اكتر من التاني. لو مكسبك انت في الراجل كتكنيشن بيركب ب 5 جنيه بس مع حد فاهم مكسبه 5 جنيه، هو ممكن يكسب 20 30 جنيه. فيبقى انت لازم تذاكر. انت في الاخر يعني خلينا نتكلم بالبلدي، انت بتحط كوست في حاجه انت حلم حياتك تعملها كويسه، ودلوقتي مع ظل الغلاء وظل الاسعار المتزايده وظل الحاجات كتير قوي لازم تعمل الحاجه هاي كوست. يعني ليه مش هاي كوست بمعنى الهاي كوست ان انا احط اغلى حاجه وخلاص، لا، هاي كوست في منطقتها. يعني اعمل الريسبشن بالايمج اللي انا جايبه. يعني ممكن اجيب سانشي ويبقى الموضوع معايا شغال مش وحش، اللقمه فيها حلوه والالوان برده اختيارك للون. ايه ده؟ ما ده ناس بتقول بلدي وفي لوكال وفي انواع ثانيه وفي فرنشايزات جايه من بره مصر وحاجات. انت الهدف مع مهندس الديكور او الراجل الشاطر اللي خايف على مصلحتك انه يطلع لك اعلى كواليتي باقل تكلفه. اللي هينفع نقلل فيه تكلفه هنقلل فيه تكلفه، اللي هينفع نظبط بيه الكوست هنظبط بيه الكوست. ففي حاجات كتير قوي هتنفع. الارضيه اللي احنا قاعدين عليها الكرسيين ال 60 في 120 انا ممكن اجيبه، الله ايه ده انا يلا بينا نجيب مثلا ايه من بره مصر واماراتي ومستورد وبتاع، ممكن اجيبه 60 في 120 مصري ويظبط معايا الدنيا. اجيبه صيني وشغال هندي وقايم معايا بالدور، مش لازم اجيبه حاجه بالدولار. فلا، فانا في الاخر العنصر هي وجبه متكامله. يعني زي ما بيقولوا بالبلدي احنا وصفنا العلاقه وجبه متكامله. يعني ما ينفعش تشيل حاجه مقابل حاجه. في الاخر انا عينيا بترتاح على الفيجن، على الرؤيه، على الديكور، على الستايل، على الجسم، على الكونسيبت. الله واو ده جامد حلو عجبني. العميل مش يعني حضرتك لما هتستخدم في حاجات انت مش هتقوم تخبط فيها، ظهرها كنبه، ظهرها حاجات، فاللي هي دي هاوسنج ديكوريشن. عايز بقى هاي كواليتي بتاعتك، عايز سيمي كواليتي بتاعتك، عايز لو كواليتي بتاعتك، بس برضه تبقى ريفليكشن لحاجه اكسبيرينس، تكون حاجه عاليه ما تكونش حاجه تعبانه. يبقى احنا بناء على ذلك الفكره كلها في اختيارك للشخص اللي هينفذ. ذاكر مره واثنين وثلاثه، اتفرج عليه، انزل له سايت، شوف حاجات لايف، فيديوهات هو كان جواها، هو كان موجود، هو كان بيتابع الكلام ده، هو التنفيذ في الموقع في ارض الواقع، الصور دي بيفور وافتر، كل الحاجات دي ديزاينز موجوده. طب ما اتنفذتش، ده فين العلاقات؟ ذاكر معاه، اعتبر نفسك داخل الجزام. الامتحان بتاعك ده هو شقتك، انت هتدفع، معلش ما بتدفعش 10000 جنيه ولا 5000 جنيه وترميهم في الارض في قشطه والله باظت. لا، انت اقل حاجه دلوقتي بتحط هاي كوست، فالكوست ده بالنسبه لك اماونت، الاماونت ده بياخد من رزقك ورزق عيالك، فعشان انت بتدفعه عشان تستمتع بيه. فانت لو مش مستمتع بيه ما تحطوش كده وخلاص. مش يلا بينا صباح الخير هشطب بالباقه واريح دماغي يا عم تهامي وخلص يا عم تهامي وانا استفدت والموضوع ايه كل سنه وانت طيب. لا، ما تعملش كده. اوعى تماما مليون المية تنزل بنظام الباقه. نظام الباقه سرقه فيما يعني فوق ما تتخيل. ليه يا عم تهامي؟ معلش، في اسعار، في تكاليف، في خامات، في حاجات كتيره قوي. وبعدين انا لو شغال دايركت واي
انت ما تعرفنيش عشان تديني 95%، عشان اظل يعني استيبل احافظ على الاسعار دي، لان الاسعار هتتغير وهتيجي تكلفه متغيره، فالتكلفه لما تتغير دي هقول لك ما ينفعش معايا، هنخش في مشكله. يبقى احنا بالبلدي لازم اختار الطريق الصح اللي انا همشي عليه. انا داخل في التراك ده معايا مهندس، معايا حد بينفذ لي، معايا حد ماشيين بالتبعيه، احنا ماسكين استراتيجي بلان هنمشي ازاي. احنا 1 2 هنخلص 2 دي هديك المعماري، هديك تصورين لطريقه رص الفرنتشر، ثم يعني ده الصح في اي تصميم شقه. غير كده كل سنه وانت طيب، انا بديك تصور واحد لا انسى، انا بديك 2 فيجن، الفيجن بتوعك دول طريقه التصور بتاع توزيع الفرنتشر، الاد وول والريموف وول، يعني انا بضيف حيطان ايه وبشيل حيطان ايه. يبقى انا ببدا باول 2 تراك، حطيتك على اول خط، هنا هنشيل هنا هنحط، هنا دي طريقه توزيع الفرش رقم 1 رقم 2 تشوز دول افضل ذا بيست ان انا بالنسبه لي في التصميم او الديكور اللي انا اشتغلته. ثم الى بتختار التصميم، يبتدي اعرف انا المود بورد بتاعتك، الكونسبت اللي انت عايز تشتغل عليه، الروح اللي انت عايز تبدا بيها. فبقى انا عرفت الستايل بتاعتك. طيب انا عرفت الستايل بتاعك اللي انت هتشتغل عليه، بما ان انا عرفت الستايل بتاعك اللي انت عايز تشتغل عليه، اقدر احط لك التراك اللي احنا بنمشي عليه. انت تشتغل مودرن، نيو كلاسيك، سيمي كلاسيك، لكشري، هشوف الستايلز اللي انت عايزها. انت مش لازم تذاكر وهتحفظ، فانا اقول لك هنروح دي هنشتغل عليها، هي دي اللي انت عايزها. ولو انت ليك اكتر من كذا ذوق، لان في البيت فيه يعني كذا حد هيستخدمه، فانت هنا ممكن تشتغل مودرن. طب التراس جوه انت حابب مثلا طابع اسلامي مودرن، نيو كلاسيك، فكل واحد ليه زون، فانت الزون ده قفلت الباب، ولازم يكونوا كوميونيكيتد مع بعض، بس تديني بيكتشرز، تديني الروح وما بوظتش شكل الشقه. طيب بناء على خلصنا الكلام ده، بتبتدي نبني الموديل، بيوريك حاجه اسمها السيمي كلر. ناس كتير قوي ما بتعملهاش، دي مرحله بتيجي كونفيوز، دايما مشكله ما بينها وما بين العميل، الا وهي ان انا بعد ما بعمل القصه دي فدايما المشاكل تبتدي تظهر. مش هي دي الالوان، مش هو ده الروح. بنقعد على الموديل ونتفرج جوه الشقه 3 دي نيفيجن، نتفرج عليها. بعد ما بنتفرج نخلص القصه دي، بتختار الالوان بايديك مع فريق مختص بيقول لك هنا لا اللون ده ينفع، هنا لا، طب ما تحط النيجاتيف هنا، بيوجه لك الكالر بتاعتك والكونسبت بتاعتك على الذوق بتاعك. بناء عليه نخلص نبتدي نرندر، يلا بينا نشتغل في التنفيذ. صباح الخير، قفلنا الصفحه دي كده. انت فهمت الراجل ده معاك فاهم ولا مش فاهم؟ ولو لقيته مش فاهم من اول مره، انطر قبل كاش وروح يا معلم واجري اجري. ليه؟ لان هي النتيجه بقى اصل الباب، اصل الشباك ما عندوش علاقات الماتيريال، معلوش النسب، معلوش المساحات، مش فاهم الكلام ده. يا باشا ده مقاول بيلم الشغلانه، مهندس مقاول، ما بعيبش في حد، بس انت بتدفع فلوس، مقابل فلوسك خد الخدمه اللي انت عايزها صح، ما ترميهاش في الارض. ده الملخص شرطه. تعالوا هنشوف بعد كده الفيديوهات بتاعتنا والشقق بتاعتنا. ويا باشا اتفرج علينا واسال واتصل بينا وكلمنا في اي وقت، هنرد عليك بكل الشورت او الاجابات. معلش انا بعذر كل الناس اللي بتتصل بيا وبتكلمني، ساعات بيضيق الوقت من المشاريع والديزاينز في المكتب اللي معانا، ما بردش بسرعه، بس ابعت لنا على الواتساب شورت وانا هتابع معاك على طول باقرب وقت اتصل بيك فيه. ما تنساش تفعل زر الجرس وتعمل لايك وسبسكرايب، لان ده بيدعمنا ان احنا ننزل لك فيديوهات كتير قوي. وشاهدنا وما تنساش تدعمنا بالتوفيق والنجاح. السلام عليكم.